السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام الجهيني يحييكم من جديد. من حوالي 4 أيام بالظبط كده، أحمد العوضي أو زي ما بيقولوا في الهاشتاج جوز ياسمين عبد العزيز طلع وقال كلام مش اللي هو على عبد الله الشريف، وإن عبد الله الشريف إعلامي أو يوتيوبر نكرة مش معروف ولا حدش يعرفه. تمام، وشوية هلفطة كده ممكن تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا الفيديو. في الايام اللي فاتت اتفرجت على كم فيديوهات كبير من الناس اللي علقت على الحادثه دي، وطبعا فانز عبد الله الشريف مسحوا باحمد العوضي الارض، لدرجه انهم هم عملوا هاشتاج اسمه جوز ياسمين. انا مش طالع اقول حاجه يعني شبه اللي اتقال، كله يعني بيقول ان عبد الله الشريف لا معروف. عبد الله الشريف ما فيش حد في مصر ما يعرفوش، وعبد الله الشريف طبعا مفروغ منها، ما فيش حد فعلا في مصر ما يعرفوش. حلقته بتنزل ما بتكملش ساعتين 3 بتكون عامله مليون مشاهده، فدي مفروغ منها. انا مش عارف احمد العوضي عمل ليه كده، يعني ايه التصرف الاهبل ده، لكن انا ليا وجهه نظر وهنشوف الحادثه دي او القصه دي حصلت، بس هنشوفها من زاويه تانية. اولا في ظني ان احمد العوضي ما تكلمش من نفسه بل بتوجيه، خصوصا ان هو بالنسبه للناس اللي هي واجهه السلطه هو جلدوش جديد، يعني وجه جديد بالنسبه للسلطه. يعني لو طلع كريم عبد العزيز يتكلم او احمد عز او اي حد من اللي هم علاقتهم وطيده بالسلطه بعد مفروغ منها تعرفوا هيطلع يطبل وخلاص. اما احمد العوضي متداري حبتين. تمام. ثانيا التوقيت اللي حصلت فيه المشكله دي، انا في ظني ان مطلوب تمام اشغال عبد الله الشريف باي حادثه فارغه كده، يعني نشغل عبد الله الشريف الاسبوع ده تحديدا كمان من انه يعلق على اي حاجه تخص مصر او تخص الدوله. تمام، نشغلوه باي حد يطلع يشتمه كده، فالفانز بتوع عبد الله الشريف انت مين يا احمد العوض ومش عارف ايه، فعبد الله الشريف يجي عامل حلقه للرد. وطبعا انا اشك ان عبد الله الشريف هينساق في حاجه زي كده. ليه مطلوب اشغال عبد الله الشريف؟ اولا حاله الاقتصاد اللي زي الخرا حرفيا، واسف على اللفظ، يعني الاقتصاد متدمر. احنا دخلنا في حاله ركود بالذات في مصر هنا اشبه بركود الثلاثينات. تمام، ولا زالت الامور من سيء لاسوء. تمام. تاني حاجه البلالين اللي كانت بتنفخ فيها السلطه كلها فرجعت. بالونه الارهاب مثلا، بالونه عدم الاستقرار في سيناء، انا ما ضيعتكمش قبل كده، انا مش عارف ايه، وبرضه حوار انك انت تفتتح حاجه كل يومين 3 ده ما عادش يدخل على حد ولا حدش مصدق. انا مش هحس باصلاح اقتصادي الا لما جيبي يتحسن، لما احط دي في جيبي اطلع علاج اللي انا محتاجه، الفلوس اللي في جيبي مكفيه وزايده. لكن في غير كده لو فضلت تفتح كل دقيقه واحده كده مشروع ما حدش يتبعك، ما حدش ياخد منك اي حاجه. دي واحده. تاني واحده خد بالك على المستوى الدولي، غير طبعا بلوه الاقتصاد والنيل اللي الله يرحمه ضاع رسميا، وما هي الا مساله وقت منين ما يحصل ضعف السلطه في مصر زي ما حصل مثلا في الثوره في 2011 الميه هتتباع لنا. وادي الفيديو موجود، وقولوا هشام قال الكلام ده، الميه هتتباع لنا. مساله وقت، سنه 2 3 4 5، الامر مش هيخرج بره كده. دي حاجه. طبعا ناهيك عن الزيارات المتبادله بين رؤساء دول الخليج ومصر والكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه. تمام، تم تسليم الجزيرتين للمملكه العربيه السعوديه اللي بدورها سلمتهم لاسرائيل من الباطن، والكلام ده رسمي نظمي عظمي، وخلاص المياه هناك بقت مياه دوليه ملناش ادنى سيطره عليها. دي واحده. في مقابل ان المملكه العربيه السعوديه هتلحق مصر في الازمه الاقتصاديه اللي حاصله فيها دي. هي لسه دخلنا 5 مليار دولار وهتضخ فلوس تاني. تمام، والصهاينه هياخدوا الجزيرتين مقابل اقناع الامريكان بمحمد بن سلمان على راس السلطه. دي مفروغ منها يعني. تمام، ازيدك من الشعر بيت كمان واقول لك ان النهارده في اجتماع في شرم الشيخ بين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مصر والكيان الصهيوني والمملكه العربيه السعوديه والامارات والاردن ومندوب من قطر. وفي ظني تمام لتكوين تحالف لتوجيه ضربه عسكريه لايران. ويا لسخريه القدر، الناس اللي احنا لو صح قال عليهم ناس، يعني الصهاينه اللي احنا من 30 40 سنه كنا في حرب معاهم ولسه محفوره في ذاكرتنا كلنا، الكبير قبل الصغير منا كلنا. تمام، الصهاينه اللي انا همسك سلاح المفروض اديه طلقه في صدره موته.
النهارده راح اقاتل جنبه كده، راح اقاتل كتفا في كتف معاه ضد مين؟ ضد ايران. بالمناسبه انا ايران ما تسواش فرد الجزمه معايا، وانا اتمنى بصراحه ربنا زوالها، لكن مش بالطريقه دي. ملعون ابو اي حاجه تجبرني ان انا اتصالح مع الصهاينه، ان انا احط ايدي في ايدهم في تاني، ان انا اثق فيهم وقاتل معاهم كتف في كتف، ويبقى حليف بعد ما كان عدو. وعدو دي هنا بالامس القريب، يعني مش من 200 300 سنه، ده عدو هنا. حاجه اغرب من الخيال. امير قطر اللي هو كان اعلامنا واخده غسيل ومكوى، اللي كان بيمول الارهاب العميل الفاسد كل الهري اللي كانوا يقولوا احمد موسى والديه ومش عارف مين وعمر اديب. امير قطر جه مصر اهو، وتم استقباله بحفاوه. ليه يا باشا؟ عشان فلوس، المصلحه. اللي كان رئيس مصر السابق محمد مرسي كان من ضمن القضايا المتهم بيها وغيره برضه قضيه التخابر مع قطر. قال لا، اما انت قطر جيت اهي، مش هي قطر دي اللي كنت كل ما تحصل حادثه في سينا ولا يتقاتل حد من رجاله الجيش ولا من ضباطنا ومن صف ضباطنا وعساكرنا، تمام، كنتوا بتقولوا كده، بتقولوا دمهم قطر قطر، لن نتنازل لن نتصالح. لا يا باشا، احنا جمهوريه مصر العربيه قياده وشعب وجيش ومؤسسات مدنيه كلنا على بعض كده ما الا ميداليه في يد المملكه العربيه السعوديه او الامارات. بمعنى ادق يعني للي يدفع. الشيء اللي راح يجيب لي شلل، الشيء اللي راح يخلي برج من مخي يطير، ليه شرعيه الحاكم في الدول العربيه ودول الخليج لازم يتبصم على ميتين ابوها ويرضى عنها الغرب وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه. يتبع ذلك بالضروره ان حكام العرب، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحكام في دول الخليج او مصر شايفه ان الوسيله الوحيده لرضاء الولايات المتحده الامريكيه عنهم هي عن طريق اسرائيل، تمام؟ فلازم تسترضي اسرائيل وتطبطب عليها وتقول لها حقك علينا ليه لما الولايات المتحده الامريكيه ترضى عنا. متى هنشوف حكام بجد؟ متى هنشوف حكام رجاله؟ تمام؟ واللي يزيد الطينه بله برضو ان حتى المملكه العربيه السعوديه لو هتدينا 100 مليار دولار كل سنه، تمام، دي مش حل، دي مش حل. مفيش اقتصاد، مشاريع فنكوش، قناه السويس الجديده اللي كان قاعد يقول لك رايحه جايه، تمام، رايحه جايه، دي خط رايح وخط جاي، اتضح ان هي حته تفريع مالهاش اي 30 لازمه. سندات واخد بالك، والدين الخارجي والدين داخلي بالهبل. الدين اتضاعف من 2013 لحد 2022 اللي احنا فيها دي 4 مرات، تمام، 51 او 52% من ميزانيه الدوله. تصور انت بتدفع الفوائد الدين، مفيش اي افكار خارج الصندوق، عباره عن شويه بهايم، تمام، بيقودوا الامر. وبوزك ياخد نفس واحد كده تترمي في معتقل ومحدش يعرف لك طريق جره، تمام. والخلايجه بتوع الرز واخد بالك بيعيشوا في ارض نفسادا. حد يسال على امال ماهر يا اخوانا فينها؟ لكن تركي الشيخ حد يقدر يزعله؟ حد يقدر يجي عليه؟ تمام. وخد من ده وقيس، خد من ده وقيس. ده ناهيك يعني عن تغير طباع الناس في الشارع، تغير طباع الناس في كل شيء، تمام. خطبه موحده لا هتعالج اي حاجه غير كلمتين هيرصهم الخطيب. دلوقتي خطبه عمرها ما هتعدي ال 15 دقيقه او ال 10 دقائق. سفاله وقله ادب في المنتجعات السياحيه والمناطق السياحيه والكبريهات واطلق العنان. مخدرات ماليه السوق بالعبيط وبتدار من ناس مسؤوله. وخد من ده وقيس. احنا رايحين على فين؟ النيل ضاع، الله يرحمه، الى ان يشاء الله ويمسك البلد دي واحد ذكر من صلب راجل ونشوفه هيعمل ايه، تمام. الجزيرتين ارضنا اللي عمرنا ده مبارك اللي كان قال عليه فاسد ما فرطش في حبايه رمله يا اخواننا، تمام. رسمنا حدود بحريه مع اليونان ورسمنا حدود بحريه مع قبرص وضيعنا كم كبير جدا من مياهنا الاقليميه او المياه العميقه اللي المفروض لنا الحق في التنقيب عنها عشان كيد في تركيا بس، اللي بالمناسبه اتصالحنا معاها. والله اقسم بالله العظيم صالحنا مع تركيا. تصوروا انتوا ان مصر اتصالحت مع تركيا وتركيا صالحت مع المملكه العربيه السعوديه وبعت خاشقجي، تمام. المصالح تتصالح، لكن هات لي واحد، هات لي مثلا بتاع الامارات او المملكه العربيه السعوديه او القطر او هات الرئيس التركي او القبرص او اليوناني يجرؤ في تفريط في حبه رمل من ارضه يتاكل. لكن احنا هنا واحد بس هو اللي بيقود والباقي كله سكرتاري. ما عندناش مجلس النواب بطيخ بالطماطم، ده كلام فاضي. احنا ما عندناش سلطه تشريعيه، مفيش الكلام ده خالص. هو واحد بس رأس الدولة هو اللي بيقول اعملوا كذا اعملوا كذا.
تمام، وحاصر الدوله كلها في حدود عقله الضيق بس، وظانن وواضح ان هو مصدق نفسه ان هو ملهم، ان هو بينزل عليه الوحي. انا اقسم بالله العظيم داخل على خربان بيوت في محل هنا، في شغلي هنا، والله العظيم داخل على، انا يعني في ظن وفي تقدير ان الوضع لو استمر كده شويه، فعلى ابعد تقدير ان انا ممكن في خلال شهرين اقفل المحل. طب انت مودينا لحد فين؟ ما فيش اي حاجه، كل حاجه غليتها. تمام، فين الاكتفاء الذاتي من القمح؟ فين يا عم الأراضي الزراعية اللي انتوا بتقولوا زرعتوها في توشكا وغيره 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 وناخدوا اللقطة وعن حصاد القمح والكلام ده كله، فينه؟ تمام؟ ده انت ما رضيش يرفعوا سعر أرداب طن القمح للمواطن المصري اللي هو قمح مزروع في بلدك درجة أولى، ما رضيش يسويك بالقمح الدرجة الثانية اللي بيجي من أوكرانيا أو روسيا أو أيا كان. تمام؟ ما رضيش يسوي السعر معاه. بحث علمي بلح، تعليم بلح، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صحه، عندناش صحه ولا عندناش مستشفيات ولا عندناش اي قطاع صحه، حتى وزيره الصحه نفسها اللي هي فاسده وعليها قضيه فساد اساسا. تمام، هي نفسها هتتعالج لما تعيا بعيد عن مستشفيات وزاره الصحه اللي هي بتديرها، لان عارفه المشهد الدنيا ازاي. صار الكلام حتى وما عادش في طبقه متوسطه، هم 5% واكلين البلد، او نقولوا مثلا 3% بلعينها، وحوالي بتاع 5 6 7% 10% على ابعد الحدود منتفعين، اللي هم شله الطبالين، اللي هم شله المعرصين. تمام، وباقي البلد 90% من البلد مهروسه بفرد الجزمه لحد تلاقي شغل، ولا في اي اوضاع اتحسنت. واصبروا معايا 6 شهور، اصبروا معايا سنتين، اصبروا معايا مش عارف ايه، اصبروا معايا ايه، وفي الاخر طالع تقول لنا ناكلوا ورق شجر. ايه ده؟ واي واحد يطلع يقول كلمه حق، اختلف او اتفق مع عبد الله الشريف، انا هختلف معاه في حاجه كتير قوي هقولها وهتفق معاه. تمام، لكن انا ماليش دعوه بشخصه هو ايه، انا مالي ومال شخصه هو. تمام، انا ليا دعوه بالكلام اللي هيقوله. لا، احنا اعلامنا يطلع يخوض في عرض اي واحد، اي حد هيعارض، سيبك حتى من عبد الله الشريف ولا محمد ناصر ولا معتز مطر ولا اي حد. انت حتى جوه البلد هنا تتنفس خايف، وانت من نطفه محرمه وفاسد، وانت ما تحبش البلد، وانت هتكره الجيش، وانت ارهابي. تمام، وانت اخوان اللي هي اللي بقى خلاص، الاخوان دول بقت شماعه زي العسل، تقول اي حاجه بس لو تعلق على اي حاجه في بلدك اللي هو حقك انت اخوانك. يا عم طب ده انا شمام ابن كلب، واخد بالك، ما ازاي خلتني اخوان انا؟ يا عم ده انا اصلي الجمعه بالعافيه. طب لا، انت اخوان، انت اخوان، وانت ابن 60 في 70، وانت خاين، وانت هتكره البلد، وانت 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 لحد متى احنا في الوضع ده؟ الله اعلم، الله اعلم. والمشكله بس ان حتى الحيل والسبل، او مش عارف جمع حاجه سبله. تمام، في نفس الوقت الحجج اللي كانت هتتحجج بها الدوله خلصت، اتكشفت، بقي الامر مكشوف. تمام يا راجل، ده الواحد الشخص الوحيد النظيف اللي يعني الواحد بسم الله ما شاء الله، وربنا يا رب يحرصه ويخليه، وربنا يقدره ان هو يكمل في طريق صعب قوي، اللي هو النائب السابق احمد طنطاوي. تمام، احمد طنطاوي عامل لقاء مع شبكه طرز. ايه الراجل ده بسم الله ما شاء الله عليه، ايه الجوه، وايه الثبات الانفعالي ده، وايه العقل المنظم ده، وكلام منظم وكلام محترم جدا. بعد ما قال الكلمتين دول بس كده، وانا اشهد ان الراجل ده حاليا من داخل مصر هو اجرأ واحد في مصر حاليا، هو الوحيد اللي طلع وعارض بشكل مباشر وطالب السلطه دي وقال عليها فاشله، وان هي لازم تسيب الحكم حاليا لان البلد فعلا بتغرق. ربنا يحرسك يا احمد طنطاوي. الناس اللي هي ظنه مثلا ان عبد الله شريف ممكن ينساق في شوط هبل زي دول ويتكل بعجل وحلاوه وينشغل عن الحاصل، انا اتوقع ان في حلقه ناريه جايه الخميس الجاي. تمام يا احمد يا عوضي، ما تدخلش نفسك في الكلام ده كله. الفنان لما يدخل في السياسه هينتهي، هيقضي على كل اللي هو عمله، واساسا انت مش كد عبد الله الشريف بجد فعلا والله العظيم، انت مش كده ولا كد كم معارض كده في الخارج ان جيت على سكته هيهرسك، وعبد الله الشريف تحديدا لانه الفانز وشعبيته كبيره جدا. تمام، وبعدين انتوا مقياسكم للناس اللي هو مشهور يبقى حبيبنا واللي مش مشهور ابن كلب. ايه الهبل ده، وايه العبط ده، وايه الوضع اللي احنا عايشين فيه ده؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، لكن هم كانوا كلمتين محشورين في زور ولازم اطلعهم، وربنا يستر علينا وعليكم. سلام.